التراجع بقي معي أتصور دقيقة ونصف. سيد هادي الموسوي، بالرغم من كل هذه الأمور، بالرغم من كل هذه المعطيات الأمنية العسكرية السياسية الموجودة على أرض الواقع في البحرين، نقرأ اليوم هذا الخبر في إحدى الصحف المحلية البحرينية بأن هناك دعوات للتهدئة لمبادرة سياسية عاجلة تحتوي الأزمة الحالية قبل أن تنحدر الأمور أكثر نحو الهاوية. فما رأيك؟ هل لا زال هناك من بارقة أمل؟ أستاذ جيهان، بس لو سمحت لي حق الرد بعد الأستاذ هادي إذا تكرم. تفضل سيد خالد. طيب عفوا سيد هادي، سيد خالد نصف دقيقة، تفضل. طيب الأستاذ الكريم عبد الرؤوف. عفوا سيد هادي الموسوي، فقط رد تعليق بسيط من خالد برشاد، تفضل. نعم، الأستاذ الكريم عبد الرؤوف الشايب أخذ بالجعجعة، وأنا أسأله هنا: من أنت حتى تتكلم بلغة أهل البحرين؟ يعني أنت إنسان ما تنتمي لهذه الأرض، وأنت إنسان تم تجريدك من جوازك. أما بالنسبة إلى تاريخك الجهادي فأنت يا أستاذي الكريم متهم بالتكسب من وراء الدعارة. طيب عفوا سيد خالد برشاد، لا نريد أن ندخل في الأمور الشخصية. أي تاريخ تتكلم عني يا أستاذ عبد الرؤوف؟ عفوا نكون واقعيين. أي تاريخ تتكلم عني؟ عفوا سيد خالد برشاد، أصلا بقي معي دقيقة. أختم معك سيد هادي الموسوي. سيد هادي الموسوي تفضل لو سمحتما، بقي معي دقيقة.